اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايب الحلوين في كل مكان، أتمنى يا رب دايما أنكم تكونوا في أفضل حال زي ما تعودنا. وقبل ما نبدأ حكايتنا نصلي على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. دايما بندور على الراحة والسكينة وبنجري في الدنيا وناسين إن الراحة بين إيدينا. الصلاة يا صاحبي هي المفتاح اللي بيفتح لك أبواب السعادة والرزق والفرج والراحة. اللي تضيع المفتاح، اللي تستنى لما الهم يكسرك، ابدأ النهاردة، افتح باب الرحمة. أول خطوة اتوضى وصلي، وقلبك هيقولك بعديها ليه كنت مأخرها. صلاتك هي عهدك مع ربك، احفظ العهد وما تضيعهوش. عايزة أقول لكم إن انتوا وحشتوني كتير من القصة اللي فاتت. أنا جاية النهاردة وجايبه لكم معايا قصة جميلة جدا، وأنا متأكدة إنها تعجبكم لأنها للكاتبة الجميلة المبدعة ريهام بدوي. وتعالوا بينا بسرعة نشوف القصة بتحكي عن إيه. ملك صاحبة منار اللي كانت قاعدة معاها وبتوصلها آخر أخبار صالح طليقها. والله العظيم ده الكلام اللي سمعته إنه يتجوز يا أختي، ومتجوز كمان بقاله يجي 3 شهور ومبسوط مع مراته. وقال إيه؟ طلعت بنت بياع الخضار، والأوضة اللي على أول النص اللي في الشارع بتاعكم، بس بنت حلوة خالص ومؤدبة. منار ساعتها اللي ردت بكل غيظ: لا والله كل ده حصل مسافة الكام شهر دول، ماشي بقى يسيبني أنا منار هانم ويروح يتجوز البت المقشفة دي؟ بس العيب مش عليه، العيب على أمه. حي فضلت تزن في دماغه وقعدت تقول له إن أنا وحشة، وإن أنا بعمل معاها مواقف وحشة، وإن أنا اللي مستقصدة خراب البيوت وأخرب فلوسه. بس لا، وحياة مقاصيصي دول اللي ما يبقى على حرمة لكن معرفك يا هانم يا بنت نحمده، انت وابنك الجربوح اللي أنا خليت له اسم وخليته راجل. هعرفكوا هعمل فيكوا إيه يا علم يا عرة. باستغراب ساعتها ملك قالت: حوفي يا منار، ما تهدي شوية يا أختي، ما انت اللي ما كنتش حباه وبتفضلي تقولي فيه إن هو وحش وإن هو وخيل وإن هو ما نقسوش في سوق الرجالة بصلة كده. اشمعنى دلوقتي بقى حلة في عينك لما القرش جري في إيده؟ ولا انت بقى ماشية بمبدأ نفسي فيه أجرى عليه؟ ده غير إن بصراحة كده وبالمفتشي يعني انت كنت بتكرهيه وبتكرهي أمه وكنت بتعامليها أوحش معاملة. هو انت يا أختي إيه، ما بتفهميش ولا عندك تفكير ولا تمييز كده ولا عندك أي مخ؟ بعدين أنا ما بحبش أسيب حاجة وحد ياخدها مكاني، بدل رميتها تفضل مرمية ولا حد يبص لها. بدهشة ساعتها ملك ردت عليها: انت بصراحة مبدأك بصراحة غريب، ما تسيبيه يا ستي في حاله، حاول اتجوز بقى وخلاص، وانت عايشة حياتك وكمان طالعة منه بمؤخر، والشيء وشويات هتاخدي منه ايه تاني؟ ده غير المحل اللي ابوك سايبولك بتاخدي الايجار بتاعه. بسم الله ما شاء الله، عندك عربية، مش بقول عليك يا حبيبتي. يبقى مش مهم بقى صالح وحواراته وبكرة يجيلك ست سيده. انت ضايقتيني قوي بكلامك ده اكتر واكتر، بس برضه يسيب الهانم ويروح لمساحة السلالم ياخد بنت بياعة القوطة؟ ماشي يا صالح، حواريك انت وامك ان انا كده اقوى منكم، ان ما نغصت عليكم عيشتكم ما بقاش انا، محدش ياخد حاجة من ايدي غصب عني. اما ملك ساعتها اللي ضربت كف على التاني بسبب صاحبتها اللي عمالة تقول الكلام وكانت بتعكس في كمان: لا انا ماشية، انت غريبة بصراحة، قال ياخد الحاجة غصب عني. ايش حال انت اللي سايباه وكنت طالبة الطلاق وكمان ما كنتش حابة تخلفي منه؟ ماشي يا ملك، انت كمان شايفاني غريبة؟ ما انت مش حاسة بالنار اللي قايدة جوايا، مش حاسة بالنار اللي انا ماسكاها؟ ولا نار ولا حاجة. حاولي بس تهدي نفسك وكل حاجة ان شاء الله هتبقى بخير. سيبك منه وعيشي حياتك بقى، وعدتك خلاص وخلصت، يعني تقدري تتجوزي غيره، وقفتش يعني على صالح. مشيت ساعتها ملك، اما منار اللي فضلت قاعدة وعمالة تهري وتنكت في نفسها، عمالة تفكر هتعملي معاهم. ما هي مش معقول تتساب كده،
حالي لازم تبقى فايزة، لازم هي تكيده مش هو اللي يكيدها، كيده مش هو اللي يكيدها. أما على الجانب التاني كانت حنين مرات صالح بتنظف البيت زي عادتها كل يوم. لما جوزها بينزل يروح على شغله حقيقة تنزل تقعد مع عمه لغاية ما هو يرجع. هانم اللي كانت قاعدة عمالة تقايد في جزة جلابية ليها، حنين ساعتها اللي طلعت من أوضة حماتها واتكلمت بكل حزن: أنا خلصت تنظيف الأوضة يا حماتي، ما بقاش فيها أي حاجة، وكمان علقت على الغدا. باستغراب ساعتها ردت عليها: تعالي يا بنتي، مالك فيك إيه؟ وشك كده ما يفسرش بأي خير، وكأنك زعلانة أو حصل حاجة. لا يا حماتي، ما حصلش حاجة. يوه، هو أنا جاهلة ولا عبيطة؟ ما بين على وشك أهو إن حصل حاجات مش حاجة واحدة بس. قوليلي، صالح زعلك في حاجة؟ قعدت ساعتها جنبيها وبحزن اتكلمت: صالح ما زعلنيش في حاجة، ده صالح ولا في الدنيا كلها، بس الفكرة يعني إن أنا يعني شفت له كذا حاجة كده في الأوضة بتاعتك وأنا كنت بنضفها. أقصد يعني شفت شوية صور ورقة كده من جوازة صالح الأولانية، وبصراحة اتضايقت وخايفة يكون صالح لسه بيفكر فيها. يوه، جدك إيه يا حنين؟ لا اوعي تقولي كده يا حنين، أزعل منك. صالح لو كان لسه بيفكر فيها كان زمان رجعها لعصمته من تاني قبل عدتها ما تخلص. بس صالح عن أمه ما صدق إن هو يعني يطلقها ويخلص منها ومن قرفها. دي كانت بلوى وهم على القلب، اخصى عليها وعلى الساعة اللي دخلت فيها بيتنا. حاولي يطلقها يا حماتي، ايه اللي حصل يخلي صالح يكرهها كده مع انها يعني من عيلة كويسة؟ ده غير ان معاها فلوس حلوة وحلوة كمان في الشكل، يعني ما اظنش ان في سبب ممكن يخليها تتطلق منه. يا اختي معاها فلوس وحلوة لنفسها، ربنا يبعدنا عنها ويبعدها عننا يا رب وعن امثالها. تروح هي وفلوسها، دي كانت مطفحة ابن المر ومنشفة كبده يا حبة عيني. كان كل يوم خناق ومشاكل وتعلي صوتها وتفضل تزن لغاية ما تجيب الحاجة اللي هي عايزاها، وابصر ايه ومدرك ايه، اوردر طالع واوردر خارج، عايزة تاكل من بره وعايزة خدامة، واسلوبها وحش وطريقها زي الزفت، زي ما يكون قصدا ان هي تطفشه. مع انها يا اختي هي اللي كانت هتروح عليه في الاول ويتجوزها وخلته يكتب لها مؤخر قد كده، مش يعني قليل ولا حاجة. وفي الآخر طلبت الطلاق منه، وعرفنا اللي هي كمان مش عايزة تخلف منه، كانت بتاخد حبوب منع حمل. بصدمة كبيرة من الكلام اللي أول مرة تسمعه ردت عليها: يا ساتر يا رب، للدرجة دي؟ وأكتر من كده يا بنتي، دي شطانة براس ستي كده، ده غير اللي كانت بتعمله فيه وفي أنا كمان. دي كانت بتعاملني يا حنين ولا معاملة الكفار. حنين اللي ما كانتش مستوعبة اللي بيحصل ده كله ردت عليها: طب ليه ده كله يعني؟ أنا أحكي لك كل حاجة يا بنتي، وتعالوا بينا نروح فلاش باك. كان صالح اللي قاعد بعد شهر من الجواز بيشتكي الأم من مران وأسلوبها وطريقتها معاه، وإن هي سايبة له كل حاجة، وسايبة هدومه مش مغسولة، وسايبة له الشقة مش مترتبة ولا فيها أي حاجة نضيفة خالص. ده غير إنه كل يوم تطلب كمان أكل من بره وتتكلم في التليفون وبس، وإنه خلاص ما بقاش قادر على العيشة معاها، وإنها بتكرهه وبتكرهها كل يوم في العيشة أكتر وأكتر. بصدمة ساعتها هانم أمه ردت عليه: يا لهوي، ليه كده؟ دي لسه عروسة يعني، المفروض دي شقتها تبقى نظيفة ومكانها يبقى كويس. مش عارفة يا ابني في إيه، ده أنا كنت في الكمرة اللي كنت بطلع لك فيها شقتك كنت بلاقي أكياس وحاجات مرمية على الأرض، بقول يبقى هي هتنضف النهاردة، بس من جوايا كنت شاكة فيها وإنها مش بتاعت مسؤولية ولا كان ليها في الجواز أصلا. بس يا ابني كنت بسكت، مش برضه أتكلم علشان ما سببلكاش الهم وحط لك هم فوق همك. طلعت انت كمان شايف اللخبطة دي كلها. والله ما أنا عارف حاجة يا أمي، غير إنه كل ما أجي أكلمها تقول هو أنت بتضغط عليا كده؟ أنت عايزني خدامة؟ ده أنا لسه عروسة وكلام من ده كله. أمه ساعتها اللي بصت له بلوم واتكلمت: هقول لك على حاجة يا ابني، بس ما تزعلش، انت اللي تستاهل، انت اللي وصلتها للمرحلة دي، هي تتفرعن عليك وما تبقاش قادر ليها ولا قادر تصد معاها في كلمة. اللي زي دي ماشية بمبدأ أكثر للبنت ضلع يطلع ليها 24،
دي مية من تحت تبني يا ابني، محدش يجي تحت درسها أبدا. خلاص بقى يا أمي، انت هتنكدي عليا وتنكدي على نفسك، ربنا يهديها. أنا مش عايز غير إنها تشوف مصالح البيت وطلباتي، مش عايز أكتر من كده. يهديها ربنا يا ابني، يا ربنا يهديها يا رب. ما هو أنت لو كنت اتجوزت يا ابني واحدة على قدنا، واحدة بنت حلال كده مش حاطة راسها في العالي ومغرورة، كان زمانك دلوقتي مبسوط وفرحان، بدل ما كل شوية عكننة وحزن كده لنفسك ولقلبك. أو اللي حصل بقى يا أمي، أنا مش عارف أعمل إيه معاها. الباب ساعتها اللي خبط، وقام ساعتها علشان يفتح. كانت مرة اللي دخلت ساعتها ويا رفع حاجبها بحدة. إيه يا صالح، أمال يا أخويا نزلت من زمان وما مشيتش ليه؟ أصل أنا واقفة في البلكونة علشان أشوفك وأنت ماشي، شايفاك يعني، بس شكلك ركنت عند أمك. بتشتكي لها من إيه يا صالح؟ مش عاجبك عيشتك؟ مش حاببني؟ ولا بقى عايز أمك تصطاد في المية العكرة وتفضل بقى توزك على ودانك وتقولك دي فيها وفيها علشان خاطر تطلقني؟ صح؟ ما هو ده اللي هي عايزاه. مش بتحبني ولا بتنزل لي منظور ولا بنزل لها منظور، ليه معرفش. انت يا ولية انت، هو انت ليه معايا كده مع ان انا عمري ما عملت فيكي حاجة وحشة؟ صالح بصدمة ساعتها اللي قال: انت ازاي تتكلمي مع امي بالطريقة دي؟ احترمي نفسك يا منار. لا يا اخويا انا محترمة، ومحترمة قوي كمان. درول بقى على امك اللي يا اخويا ما بتحبنيش ولا بتطقني، زمانها ما حطتش فيها كلمة حلوة ليك. هانم حميتها ساعتها اللي ردت عليها: بص يا بنتي الحلال، انت لا تخصيني ولا انا عايزة منك حاجة ولا مستنية منك ابيض ولا اسود. عايزاكي بس تريحي ابني، تنضفي له حتته وتروقي له بيته وتغسلي له هدومه وتعملي له لقمة حلوة. مش لسه عروسة بقالك شهر وشقتك كأنها واحدة بقالها 5 سنين، ده ما يصحش. لا والله، انت اللي هتعلميني النظافة، وبعدين ده وضعي وده نظامي، المفروض ابنك اللي يتعود عليه، مش يطلع يشتكيني بره على نموم يا صالح، لأن بيت أنا وأنت نتكلم فيه. صالح اللي اتكلم بغيظ وضيق من أسلوبها: أسلوبك وطريقتك زي الزفت يا منار، الظاهر لما أجي حاجة كتير قوي هتتغير. يا أخويا اللي يتغير يتغير، ما نشوف هترسى على إيه. صالح اللي بصلها بحدة ساعتها ومشي. أما هانم اللي قالت: نفسي أعرف أنت بتعملي في ابني كده ليه، مع أن أنت في فترة الخطوبة ما شفتش منه إلا كل خير، كان ياخدي كيس طالع وكيس داخل وهدايا وفلوس، وانت كنت تطلبي كده بعين قد كده، وكان ابني بيسمع كلامك وبيجيب لك الحلو كله. لكن فوق ده كله كمان تعامليه بأسلوبك الوحش ده، مش تشوفي له طلباته، يبقى انت بقى محتاجة اللي يقفلك عند حدك. قربت ساعتها منها وببرود اتكلمت: لا، أنا محدش يوقفني عند حدي علشان ماليش حدود، ده أول الكلام. تاني الكلام إن أنا ما بحبش حد يتدخل في أمور بيتي، ولا أنا ولا جوزي. ده لو أنت عايزة تخربي عليه وعايزة إن هو يطلقني، ما أنت ساعتها هتبقي مبسوطة في خراب البيت. بصي، مالكش دعوة أنت يا حماتي، واطلعي بقى منها، دي سامعة؟ وأخدت بعضيها بمنتهى البرود وطلعت شقتها. كانت سايباها عمالة تاكل في نفسها بسبب أسلوبها البارد وقلة ذوقها معاها. عدى يومين وكانت فيهم الأوضاع كويسة، وابنها صالح سكت خالص. كانت قاعدة ومتضايقة جدا وهي عمالة تقول: زمانها بلفته وعملت له سحر ولا عملت له أي حاجة من اللي توقع الراجل للست. الله يسامحك يا صالح، ما انت سهولتك دي معاها هي اللي وصلتها للدرجة دي. الباب ساعتها اللي خبط وراحت فتحت، وكانت أختها شوقية: أخصى عليك يا هانم، بقى ده كله ما تعبرنيش ولا تسألي عليا من يوم ما ابنك اتجوز. والله العظيم مشاغل يا أختي يا حبيبتي، مش حكاية تعبير ولا حاجة، ما عنديش وقت لا أكتر ولا أقل، بس هعمل إيه؟ ما أنت عارفة إن أنا لوحدي في البيت، ويدوب عقبال ما بخلص لقمتي وأنضف حتتي الوقت بيعدي. يا لهوي، هي مرات ابنك مش بتنزل تعمل لك حاجة؟ يا أختي أنا لا عايزاها منها ولا أبيض ولا أسود، هي بس تبقى حلوة مع ابني وتخلي عيشته كويسة. يوه، هو احنا هنفضل واقفين على الباب كده كتير ولا ايه؟ يلا ندخل نتكلم جوه. وكانوا لسه جايين علشان يدخلوا، شافوا ناس جايبين أرض الأكل
وكانوا طالعين لشقة صالح. شوقية ساعتها اللي قالت: يا سلام، دي شكلها عاملة عزومة فاخرة، أكياس الأكل دي كلها. بحزن ساعتها هانم ردت عليها: لا يا أختي، هي كل يوم كده، عزومة شكل لأهلها أو عزومة لأصحابها، وتجيب أكل بألوفات الألوفات، وأكل من أنضف حاجة كمان. وادفع يا صالح. وهي مش بتديكي طبق من الأكل الفاخر ده؟ ما بتعزمش عليكي يا أختي؟ ما بتجيبش ليكي طبق من الأكل ده أو بتطلعي تاكلي معاهم؟ ولا بتعبرني حتى بحتة سلوفانة فاضية من الأكل اللي هي جايباه؟ تعالي يا أختي نخش جوه أحسن من حرقة الدم دي كلها. ده على رأي المثل: خليها في القلب تجرح ولا تطلع بره وتفضح. استمر الحل لمدة 6 شهور لغاية ما صالح اكتشف إن هي بتاخد حبوب منع الحمل. ساعتها نزل وراها لأمه اللي ساعتها قالت له: يا ابني دي مش بتحبك، طلقها أحسن لك وأحسن لها. ونرجع تاني من الفلاش باك. هو ده يا بنتي على كده، طلقها بسبب حاجات كتير قوي، واللي زاد وغطى بقى وقفل الحوار كله هو الحوار بتاع الحبل ده. مش عايزة تخلف ولا عايزة ترتبط بيه بحاجة يبقى ده يا بنتي الواحد يفتكرها ولا يفكر فيها أصلا، ولا أصلا يحب يحتفظ بأي ذكرى منها. حنان لما سمعت منها الكلام صعب عليها صالح جدا، وكانت عندها رغبة إن هي تعيش معاه أحسن عيشة وتعيشه أحسن عيشة كمان. أول ما رجع صالح من بره بصت له ساعتها بابتسامة، أما هو ساعتها اللي دخل وقال: مساء الخير على الناس الحلوة. مساء النور يا حبيبي، تعالى يا ابني اقعد يلا، علشان خاطر شكلك جعان ومراتك هتجهز لنا الأكل. والله يا أمي ده أنا واقع من الجوع، بعد الشر عليك من الجوع يا قلبي، 5 دقايق والأكل يكون على السفرة. قامت علشان خاطر تجهز الأكل، وصالح اللي قعد وهو مبسوط جدا. أمه ساعتها اللي قالت له: طبعا بالك رايق دلوقتي؟ قال: لا رايق يا ست الكل، ده أنا والله العظيم حاسس إن أنا في نعمة كبيرة أوي، الحمد لله. الحمد لله يا ضنايا، ربنا يكبر بخاطرك ويعوضك بفرحة كبيرة عن اللي انت كنت شايفه مع العقربة دي. ما تجيبليش سيرتها، أنا كل ما بفتكر سيرتها بكره نفسي. بتمر الأيام، وبعد ما عدى على أبطالنا مرور 7 شهور اكتشفت حنين إن هي حامل. وخلال ال7 شهور دول كانت منار بتحاول توصل لصالح اللي كان قافل نفسه بالضبة والمفتاح، مش مديها حتى أي فرصة تكلمه. كانت بتتصل بيه على التليفون لكن كان عامل لها بلوكات من كل حاجة. وفي يوم ما كانت حنين عند أمها وهانم كانت قاعدة لوحدها في البيت، الباب ساعتها اللي خبط، وراحت هانم فتحت. أول ما فتحت لقيتها منار اللي بصت لها ببرود واتكلمت: ازيك يا حماتي السابقة، عاملة ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا يا منار؟ عايزة ايه؟ انت اصلا ما عادش ليكي دخول البيت ده. اخصى عليكي يا حماتي، واستعي بس كده. قامت ساعتها داخلة وقعد على الكرسي وحاطة رجل على التانية: لا، أنا من النهاردة هيكون لي يدخل لي البيت. أصل نسيت أقولك إن أخباركم بحذافيرها أول بأول عندي، ونسيت أقولك كمان إن أنا جايلك في مصلحة. مصلحة إيه اللي تيجي من وراك يا منار؟ أنت مش وراكي غير الخراب، وبعدين أنت جاية هنا تاني ليه؟ عايزة مننا إيه؟ عايزة أرجع لابنك. لا والله ترجعي لابني؟ ده على أساس مين اللي هيوقفك يعني ولا هيوافقلك إنك ترجعي لابني أصلا؟ ده ابني ما بيطقش يبص في وشك ولا يسمع منك اسمك ولا يسمع منك أي كلمة. لا بقى، ما هو أنا غايبة الغيبة دي كلها علشان كنت راسمة خطة علشان أرجع ابنك وأرجعه بيها. انت بتقولي إيه؟ الكلام العبيط اللي انت بتقولي ده. اسمعي يا ولية انت، من غير لف ودوران، أنا عرفت إن مرات ابنك حامل في 3. انت زي الشاطرة كده، يوم ما هي تولد هتجيبي لي البنتين، ماشي؟ وانا بقى هظهر في الصورة واقول لجوزي حبيبي صالح اني كنت حامل. مرضتش اظهر الا بعد الولادة، وما يجي يعمل تحليل DNA هيعرف ان هو ولاده، يبقى يرجعني. ما انا خلفت اهو وجبت له بنات، ومش هينفع يتربوا بعيد عنه، فهمتي؟ ده انت ابليس مش بيفكر في الخطة اللي انت فكرتي فيها دي. على رأيك ابليس ما يجيش في اي حاجة. نسيت اقولك
لو فكرتي إن انتي تعرفي حد حاجة هقدم الكمبيالات اللي معايا للبوليس. كمبيالات ايه يا بنت انتي؟ انا كنت ايه ممضياك عليها يا حدقة، وانتي ما تعرفيش. مضيت ابنك على بيع المحل والبيت ده كله، وتنازل عن كل حاجة وعن كل جنيه ليا في البنك. شفت انا ذكية ازاي؟ يبقى انت بقى يا ستي هتكوني عايزة مصلحة ابنك، وان هو ما يبقاش على حديدة وتترمه في الشارع وتخليني ارجع له. انا قلتلك اهو، حط عقلك في راسك تعرفي خلاصك. سلام يا حماته. هانم اللي كانت في موقف لا تحسد عليه، مش عارفة تعمل ايه ولا تتصرف ازاي، تضيع ابنها ولا ترجع الحياة للبيت من تاني. فضلت تعدي الأيام وهي عمالة بتفكر هتعمل ايه، لغاية ما جه ميعاد ولادة حنين. كانوا قاعدين في الأوضة بعد ما ولدت هي وصالح وأمها، عمالين يتكلموا بفرحة كبيرة جدا كبيرة جدا. وهانم ساعتها اللي استأذنت تروح الحمام، وفجأة دخلت الممرضة وهي وشها أصفر. أنا مش عارفة أجيب لكم الكلام ده إزاي، بس البنتين اتخطفوا والولد بس هو اللي جوه. كانوا مصدومين ساعتها، وحنين اللي كانت قاعدة تصوت مش عارفة تعمل أي حاجة. صالح ساعتها اللي انهار وقعد يقول بزعيق وصوت عالي: أنا مخلي مراتي تخلف في مستشفى ولا زريبة؟ اللي انت بتقوليه ده؟ أنا عايز بناتي. ازاي اتخطفوا؟ دول لسه ما بقالهمش كام ساعة على وش الدنيا. أما على الجانب التاني كانت منار بتبص للبنتين بسخرية: دول طالعين حلوين لصالح قوي، مش لأمهم بنت بياعة القوطة. هات الورق اللي معاك دلوقتي حالا. ده انت عبيطة ولا دماغك فيها حاجة؟ أنا مش معايا أي ورق. هو صالح ده بيمضي لأي حد على أي حاجة؟ دي كانت خطة علشان خاطر أجيبك بيها، وجيتي بيها زي العبيطة الهبلة اهو. وفجأة ظهر البوليس. غبية والله العظيم، لا طلع ذكي وأذكى منك. ست هانم هي اللي جت وقالت لنا إن أنت عندك نية علشان خاطر تخطفي البنات، وفهمتنا كل حاجة، وديكي وقعتي بلسانك قدامنا. يلا قدام على الاسم. بصدمة ساعتها منار اتكلمت: اللي انت بتقولي ده، الست دي عايزة توديني في داهية، والله غلبانة. من حفر لأخيه حفرة وقع فيها، روحي بقى عيشي بقية حياتك في السجن. حية من تحت تبن عقربة، فاكرة اني ممكن اخطف ولاد ابني وادهم لك، او اني ارجعك البيت من تاني وارجع ابني العذاب ده عشم ابليس في الجنة. وقعت في شر اعمالها ورجعت هانم البنت ليهم في المستشفى بعد ما كانوا منهارين من العياط والحزن عليهم، وفهمتهم وقالت لهم ساعتها كل اللي حصل. أما صالح ساعتها اللي وقف واتكلم بكل حزن: كل واحد ربنا بيخلص منه في الدنيا، وأنا ربنا خلص مني لما اتجوزت العقربة دي. حسبي الله ونعم الوكيل فيها مطرح ما راحت. صحيح، في ست بتعمر وفي ست بتخرب، ولحد هنا بتكون انتهت الحكاية. يا رب تكون عجبتكم، واستنوني بإذن الله في حكاية جديدة. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.